بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، وإن شاء الله في الكورس ده هنشرح محتوى كورس A1 من الماتيريال أو المذكرة الجديدة بتاعتنا. المهم عندي في شوية تعليمات هنا لازم حضرتك تقراهم كويس جدا، لأن التعليمات دي مهمة جدا وبيتبني عليها الكورس بالكامل. أول حاجة، المحاضرة لا تمثل 10% من الكورس، يعني الموضوع محتاج منك مذاكرة واجتهاد، وما تفكرش إن في حد معاه معلقة ذهب هيعبي لك بيها اللغة. ومن غير ما تذاكر مش هتستفيد أي حاجة من الكورس ده، والكورس ده ملوش أي لازمة. رقم اتنين، أول حاجة لازم تعملها بعد المحاضرة تروح تذاكر ملف الصوتيات اللي هو تدريبات القراءة والاستماع الموجودة في كل محاضرة. ودي أول وأهم خطوة لازم حضرتك تعملها. بعد كده تروح تذاكر الجرامر وحل التاسك، بعد كده المحادثات. ولكن تدريب القراءة والاستماع أو ملف الصوتيات ده أول حاجة تذاكرها بعد ما تقفل معايا المحاضرة. رقم ثلاثة، مهم جدا انك تدخل تعمل مع زمايلك محادثات كل يوم، علشان الكورس ده كورس بيعتمد اصلا على المحادثة، مش كورس انك تقعد تحفظ بالورقة والقلم. وبدون خطوة المحادثات دي الكورس ملوش أي لازمة، وفعليا لو ما عملتش كده هتلاقي نفسك تايه خلال 4 أو 5 6 محاضرات، وهتلاقي الدنيا دخلت في بعضها معاك. طيب، زي ما قلت لك من شوية ان ملف الصوتيات هو اهم حاجة في الكورس. ولو حضرتك اصلا ذاكرت ملف الصوتيات بس، فكده انت خلصت 90% من الكورس. تمام. طيب انا دلوقتي مش فاضي اسمع ملف الصوتيات، فعليا مش هتقدر تقرا ولا تتكلم ولا تعمل اي حاجة في الكورس، وغالبا مش هتكمل معايا الكورس. طيب بعد كده الجزء بتاع الجرامر، انا مش عايزك تقعد تحفظ كلمات كتير، انا عايزك تفهم القاعدة صح وتطبق عليها في الجمل، وبلاش تحفظ كلمات، لان احنا هنا مش في ثانوية عامة، احنا ناس كبيرة وبناخد كورس محادثة. بلاش تذاكر من اي مصدر خارجي، لان كده انت بتشتت نفسك. حاول تخلص المذكرة اللي احنا بنشرحها، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه بعد ما تخلص الكورس. المهم انك ما تشتتش نفسك خالص. بعد كده ما تسمعش اي كلام اي زميل ليك في الكورس، خصوصا لو زميلك ده عامل نفسه فاهم اللي محدش فاهمه، عشان هتلاقي في ناس هبيدة كتير معاك في الكورس ومش فاهمين اي حاجة في اي حاجة وبيفتوا خلاص. الانستراكتور هو الوحيد اللي يهمه انك تكمل المستوى للاخر. الجزء اللي بعد كده، ازاي اذاكر واذاكر ايه. خطوات المذاكرة بتاعتي تكون ايه؟ اول حاجة تعملها زي ما قلت لك، لازم تروح تذاكر ملف الصوتيات اللي هو تدريب القراءة والاستماع، اللي هتلاقيه موجود في اخر كل محاضرة، اللي هو ده. تمام، هتلاقي مكتوب او في كابا اينز، خلاص، او تدريب القراءه والاستماع. ده اول حاجه لازم حضرتك تروح تذاكرها في ايه، في المذكره بعد ما تخلص ايه المحاضره. طيب تمام، اعمل ايه بقى؟ اسمع الملف ده مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه ما تلاقي عينك خلاص فهمت الكلام اللي مكتوب كقرايه واستماع. بعد كده اسمع وحاول تردد، اسمع وحاول تردد. بعد كده اسمع واقرا واكتب، وخد وقتك في الجزء ده، لان زي ما انا قلت لك الجزء ده هو اهم جزء في الكورس. بعد كده روح ذاكر الجرامر وحل التاسك، بعد كده ذاكر المحادثات وحل التاسكات المطلوبة منك. بعد كده لازم يكون معاك كشكول خاص بالمحادثات. كل محاضرة ناخدها روح انقل المحادثات اللي انت خدتها في المحاضرة دي في الكشكول ده. وزي ما قلت لك طبعا جزء المحادثة لازم تعمله مع زمايلك كل يوم، وبدون الخطوة دي الكورس ملوش لازمة. كشكول الخلاصة مهم جدا لان الماتيريال كبيرة، فانا عايز يكون معاك كشكول انت عامل فيه كل المحادثات اللي احنا خدناها. الجزء ده مهم جدا، وانا شرحت لك ازاي احنا هنذاكر والتعليمات المهمة بتاعت الكورس.